ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. مساء الهنا على عيونكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة بحشوة البطاطس. طبعا وجبة موفرة واقتصادية ومكوناتها متوفرة في كل بيت، تنفع غدا أو عشاء، وكمان وجبة خفيفة. لو مستعجلة تعالي هنا للموظفة للست الكسانة اللي بتصحى متأخر. نبدأ مع بعض. نجيب 4 كوبايات دقيق منخولين، دقيق خاص بالمخبوزات. هنحط ال4 كوبايات. بعد ما هنخلصهم هنحط معلقة صغيرة من الملح، هنقلبهم مع بعض. ندمج الملح مع الدقيق. بعد كده هننزل بالمية شوية شوية، ما نكترش كمية المية مرة واحدة، لأن كل نوع دقيق في بعض الدقيق بياخد مية كتير، وفي بعض الدقيق بياخد مية قليلة. هننزل بعد كده على الدقيق بإيدينا، ناخد وندي فيه فترة 10 دقايق تقريبا علشان ما يبقاش معانا متكتل. هناخد وندي. في البداية هتلاقيه بيلزق في ايديكي، ما تقلقيش عادي خالص. مجرد ما نديله حقه في العجن هيطلع معانا زي الفل. ادي العجينة قطنية جميلة، ملمسها طري، مش بتلزق في الايدين خالص. جربيها معايا ومشي معايا واحدة واحدة، وبإذن الله هتطلع زي الفل. ادي العجينة، ده القوام المطلوب. مش عايزينها تبقى لا تخينة ولا خفيفة، تبقى متوسطة. هنجيب العجينة بتاعتنا ونرش على وشها حبة من الزيت، ندهنها شوية عشان وشها ما ينشفش معانا. نجيب فوطة من المطبخ نضيفة ونغطيها بيها، هنريحها شوية عشان نعرف نشتغل بيها. هنركنها على جنب وندخل مع بعض على مكونات الحشوة بتاعتنا. 4 فصوص من الثوم المهروسين، زيتون، 4 حبات من الطماطم، حباية من الفلفل، البهارات بتاعتنا كزبرة، كمون، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، قرفة، معلقة كبيرة من الملح. هنمشي مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة هنجيب البطاطس بتاعتنا هنقطعها دواير دواير. هنخلص كل الكمية اللي معانا، وبعد كده هنحطها في البولة بتاعتنا ونغطيها بالمية ونحطها على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. بعد كده هنجيب الطماطم بتاعتنا لان هنستعملها في الحشوة. هنطلع البذر اللي جواها لان بيبقى فيه كمية من المية، لو حطيناها على العجينة هتبوظ العجينة وهيبقى القوام بتاعها طري، هتعجن مننا. كده احنا خلصناها. هندخل على الفلفل الاخضر بتاعنا، هنقطعه شرايح مكعبات صغيرة. بعد كده ده الشكل النهائي للخضار بتاعنا، والزيتون مقطع برضو صغير. هنعملهم مع البطاطس في الحشوة بتاعتنا. سلقت البطاطس 70%، وادي اختبرتها البطاطس قشرتها بالسكينة. بعد كده هنقطعها مكعبات صغيرة، مش عايزينها تتقطع قوي، يا دوب تكون زي ما حضراتكم شايفين كده، على اساس انها ما تتهرش معانا خالص. ده الشكل المناسب ليها، والتسوية بتاعتها جميلة، مش عايزين اكتر من كده. هناخد البطاطس بتاعتنا ونروح بيها على الحلة، حطينا فيها 4 معالق من زيت الذرة. هنسيبها 5 ثواني، الحرارة بتاعتها تزيد والزيت يبدأ يسخن. هنحط عليها البطاطس المكعبات اللي احنا قطعناها مع حضراتكم. مش عايزين ننسى التسوية بتاعتها 70%. هنقلبها بالراحة مع بعض عشان ما تتهرش مننا. انا حابة الطعم ما يبقاش البطاطس مش ظاهرة. هنحط ميكس البهارات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. هنخليها تتقلب شوية مع بعض. هتطعم البطاطس مع البهارات والملح، ريحتها روعة ولا أجمل، جميلة هتعجبكم. هنقلبها بالراحة، مش عايزينها تتهرس. هننزل بالثوم بتاعنا المهروس، الريحة بتاعته جميلة لأن الثوم أصلا فواح، ريحته روعة جدا. نقلب. خدناها من الحلة على طبق تاني علشان تبقى قريبة جنبي أنا وبأحشي. ادي شكلها، ريحتها روعة، شكل البهارات مع الثوم جميل. طلعت العجينة بتاعتي واختبرتها، خدت راحتها جدا في التريح. هنجيب الرخامة بتاعتنا ندهنها بشوية زيت. هنجيب العجينة كلها مرة واحدة،
هنشتغل فيها طوليا لحد خليها بالشكل ده. بعد كده هنشوف نحدد العدد اللي احنا هنطلعه. هقطع الاولانيه اعملها دايره صغيره وانزل فيها فرد من جوه لبره بالراحه، ما اضغطش على العجينه، بالعكس انا لازم اعملها بايدي خفيفه جدا جدا. ممكن انت وبتشتغلي ممكن تتقطع من حضرتك، مفيش اي مشكله، هتتعالج لان انت معاكي كذا طبقه. واحده تاني علشان لو انت ما وصلتلكيش الاولى، بنطلع من بره لجوه. ادي واحده من الفطيره هنحط فيها الحشوه بتاعتنا بمنتهى البساطه. فطيره سهله جدا، اهم حاجه تبقى خفيفه جدا. لما هنفرد فيها ونخدمها هتدينا نتيجه ممتازه. حطيت الطماطم وحطيت الفلفل الاخضر وحطيت الزيتون. ادي قدام حضراتكم انا وشغاله، في حته منها اتقطعت مني، ما نقلقش خالص، هنعدلها وهيبقى قوامها حلو جدا، ما تخافيش انا معاكم واحده واحده. هنلفها. شايفين الكذا لفه دول مفيش فيهم اي قطع. هنرصهم مع بعض. ادي الكميه اللي احنا عملناها 11 حبايه مناسبين لعدد افراد اسرتنا. هنجيب الطاسه بتاعتنا ونحط لها 4 معالق من الزيت، ندهنها كده علشان ما تبقاش الزيت متركن في مكان واحد. قلبناها كويس جدا، نشوف الزيت، نختبر درجه حراره الزيت ابتدى يدفى ولا لسه. ومجرد ما شفت الزيت السخونه بتاعته مناسبه، نزلت على طول بالفطير بتاعي. شايفين انتفخت معايا، وفي بعض الفقاقيع الكبيرة اهي ظاهرة قدام حضراتكم. معنى كده ان الفطيرة ممتازة والعجين بتاعها واخد حقه، والتريح كمان واخد حقه اكتر، لان كده العجينة مظبوطة 100%. هنقلبها مع بعض الناحية التانية. اللون بتاعها حلو، لسه كمان هيدخل تسوية مرة تانية، بس لازم ندهنها نقلبها من الناحية التانية علشان تنتفخ معانا اكتر. ادي باقي الكمية كلها هتطلع زي بعض بإذن الله، جميلة والريحه بتاعتها حلوه. لازم الحراره تكون متوسطه عشان ما تديش اللي بره استوت وجوه تكون لسه نيه. لا، شايفين صوت القرمشه ده؟ اللونين دول الفطيرتين دول انا بحب التسويه دي، اللون ده بيبقى طعمه حلو، فدول بتوعتي انا يعني. ادي طلعت الكميه اللي في الطاسه الاولى مع بعض، شكلهم طبعا حلو خالص، ما فيهمش اي مشكله. طلعنا الكميه بتاعتنا كلها، هاخد منهم واحده عشان حضراتكم تشوفوها معايا ونشوف القرمشة. الصوت اللي بره صوت جميل جدا، كريسبي 100%. هنشوف من جوه الأخبار التسوية بتاعة الحشوة ايه. هنبص نلاقي الطماطم واخدة مكانها، كل حاجة في مكانها. أنا حطيت معاها كاتشب، طعم الكاتشب مع الفطيرة روعة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ قولوا مروة تسلم ايديكي، وان شاء الله وصفات جميلة زي دي. لو عجبتكم تدوني لايك وشير ودعوتين حلوين، وأشوفكم وأسيبكم في رعاية الله وحفظه إن شاء الله. سلام.